السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالرضا والعافية. اليوم بعد عندي وصفة بحرية إن شاء الله أنها بتعجبكم. عندي 3 أنواع. طبعا عندي نوعين سمك وعندي ربيان. شوفوا ما شاء الله ربيان حجمه كبير. بسوي معكم إن شاء الله سمك مقلي. طبعا اخترت نوعين ينفع حق القلي، وإن شاء الله بسوي معكم الربيان بالزبدة والليمون والحاجات الحلوة إن شاء الله. كذلك بسوي معكم عيش محموس. فهذه المكونات اللي راح نستخدمها حق الوصفة، بالإضافة إلى بهارات سرة ما شاء الله مميزة. الحين إن شاء الله بستعرض معكم المكونات. عندي بصل طبعا مقطع بحجم وسط شبت، وعندي هنا بصل مقطع بحجم كبير، نفس الشيء فلفل رومي وفلفل حار مقطع حجم كبير، عندي ثوم، عصير ليمون وزنجبيل، وعندي ربيان حجم كبير، وعندي نوعين سمك للقلي والبهارات. أول شيء راح أتبل السمك. شوفوا ما شاء الله. طبعا هذا نوعين من السمك. بسم الله. مغسل بشكل ممتاز، وأيضا بعصر عليه ليمون. الحين بحط له عصير ليمون وبتبل. أول شيء بحط الملح، عصير ليمون، بهارات السمك من سرة إن شاء الله بحط لكم نقاط البيع. أيضا كركم مطحون. شوفوا ما شاء الله اللون، وأصلا قريب تخلص العلبة. بسم الله. بشكل ممتاز. الحين بتركه على جنب. حطيت زبدة وزيت زيتون. أول ما يسخن معي حط راس السمك. بسم الله. طبعا هذه عشان النكهة. الزيت أخذ النكهة المطلوبة، على طول بطلع الرز. بصل، احترق معي البصل بالشكل المطلوب. الحين بحط البهارات الصحيحة مع الليمون. بحط نص كمية البصل اللي مقطع كبار. وأيضا حطيت الفلفل البارد والحار، وببدأ أحمص. الحين إن شاء الله بحط العيش مغسل ومحطوط في مشخر. بحط كمية الملح، بهارات المطحونة، وببدأ أقلب العيش. طبعا بخليه ينحمس لحد ما ياخذ اللون البني، بس أهم شيء نركز في هذه الخطوة عشان ما تتكسر معنا حبة العيش. بسم الله. بحط الحين شبت عشان ياخذ العيش نكهة الشبت وقت الحمس. كذي كافي. بسم الله. الحين بحط الماء. اخذت المعيار المناسب حق الملح، والحين ان شاء الله بخلي لحد ما ينشف عنا الماء، ثم بغطي عليه وبخليه لمدة ربع ساعة على نار خفيفة. حطيت زبدة وزيت زيتون في المقلاة، على طول بنزل الربيان. أول ما يتغير معي لون الربيان بحط نص كمية الثوم. أيضا بحط الزنجبيل مقطع صغار، الفلفل الرومي والبصل. بحط البهارات البيضاء، خلاص كذا كافي. أيضا بحط عصير الليمون
خدمة. شبت. الحين بضيف البهارات الإيطالية، وأيضا آخر كمية الثوم. كذا صار طبق الروبيان جاهز. آخر خطوة بقلي السمك. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا شكل نهاية وصفتنا اليوم. علينا وعلى عيونكم بالف عافية. العيش المحموس وحمسة الربيان مع الزبدة والثوم والسمك المقلي. أيضا طحيني سويتها معكم أكثر من مرة، بحط لكم مكوناتها. وهذه السلطة اللي تنفع مع هالنوع من الوجبة.